السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا دايما بخير. انا النهاردة اول حاجة عملتها اول اليوم ان انا قلت اما انزل اشوف مشترياتي البيت بتاعت شهر 9، سواء من لحوم او خزين للبيت، وهقول لكم الاسعار والكميات اللي انا جايباها. وطبعا بس عايزه اقول لكم قبل ما اقول على الاسعار والكميات ان كل عدد اسره غير التاني، يعني اكيد انا عددي غير اسرتك انتي. فممكن طبعا هتضاعف الكميه او هتقل الكميه، وعلى حسب طبعا ظروفك وظروف جوزك وامكانياتك. وانا بالنسبه لي برضو على قد ظروفي انا بجيب. تمام. وهنا انا نزلت جبت اول حاجه فرختين. الفرختين واحده قطعتها 4، والتانية انا بحبها سليمه كده، بحطها في الفرن الكهربي بشويها بعد التتبيله طبعا وكده اللي هوريها لكم. وبشويها وبعد كده الفرن اللي هو بيلف بتحطها في السيخ وبتحطها في الفرن اللي هو فيه مروحه بتلف كده، بتقعد من ساعه لساعه وربع تقريبا في الفرن، او ساعه ونص، بس هي معايا انا قعدت حوالي ساعه وربع. تمام. وبعد كده بجيب فحمه بعملها بالفحمه وكده علشان تدي ريحه الشوي شويه. التانية اللي انا جايباها متقطعه دي 4. ممكن لو هعمل محشي انا هعمل صينيه بطاطس، هعمل صينيه فراخ كده بس بالبصل والطماطم وكده. ده بالنسبه لي برضو المتقطعه. اما هنا بقى انا جبت كمان ايه، جبت 3 وراك كبار. الطبق الوراك ده عمل حوالي كيلو ونص. الوراك دي انا جايباها للشوي، انا ما بحبش ان انا اكل اوراق في الطبيخ ولا في البطاطس وكده، فانا بحبها في الشوي. انا هنا طبعا غسلتها وبالدقيق وبالملح وكده، وبعد كده انا حطيتها في الليمون والخل تتنقع شويه كده فيهم علشان بتفتحي كده، واي مزلقه فيها بتنضف. وبعد كده بصفيهم، بشطفهم بغسلهم كويس وبعد كده اصفيهم. قلت هنا بقى اسيبهم منقوعين شويه عقبال ما اوريكم بقيه المشتريات اللي انا جبتها. انا هنا بجيب المكرونه السايبه. محدش يقول المكرونه السايبه وحشه، المكرونه السايبه تحفه تحفه تحفه. وجربي في نص كيلو بس، هتزيد معاكي قد كده في السليق. وغير كده كمان بتاخد معاكي سوا، مش بتتهري بسرعه. وغير كده كمان اللي هي وفر ليكي. انا هنا جايبه الكيلو ب 19 جنيه. هاتي من كل كيلو، انا بالنسبه لي انا جايبه من كل كيلو نصين، قصدي من كل نوع نصين. بعمل في المرة نص كيلو. نصين قلم، نصين المرمرية اللي هي الصغيرة، النصين المقصوصة، النصين سباكيتي، شعرية، لسان العصفور، كل الكلام ده. لسان العصفور هنا أنا جبته كيس، لأني ما كانش الراجل عنده سايب ساعتها، فقلت أمشي نفسي بالكيس ده. لكن بجد جربوا يا جماعة، المكرونة دي هيبقى فيها توفير، وبعدين الكيلو كيلو. مش الكيس اللي بيبقى 350 و400 ما بيعملش أي حاجة. هتلاقيها فرق 2 جنيه ولا حاجة لو حسبتي. بس صدقيني هتلاقي دي اوفر واكتر وبتزيد معاكي قوي في المية. وجبت هنا توابل طبعا اللي انا محتاجاها للبيت. انا هنا كنت محتاجة 7 بهارات، ومحتاجة كزبرة، ومحتاجة كمون. وجبت جيلي، وجبت خل، وجبت زي ما قلت لكم كده المكرونات، وجبت عدس بجبة. جبت ربعين، قلت برضو اكيد في خلال الشهر هعمل يعني اكيد مرتين كشري. وجبت جيركن الباربيكيو. وجبت جيركن الكاتشب. الجيركن هنا ب 22 جنيه، مش غالي، اوفر من الازازه. الازازه ما بيبقاش فيها كتير وبتخلص اوام وغاليه كمان. لكن الجيركن ما شاء الله بيقعد معاكي وسعره احسن. وجبت هنا خلطه حواوشي وخلطه شيش طاووق وخلطه الكفته. وعايزه اقول لكم لو الخلطات دي ما جبتوهاش، لا انا ممكن ان انا احط 7 بهارات والتوابل بتاعتي كلها، وبتدي على فكره طعم كويس وما بتفرقش كتير ولا حاجه. طبعا خدت الحاجه بقى على الحوض هنا، علشان طبعا التتبيله والكلام ده لو عملت على الرخام انتوا عارفين هتبهدل الدنيا. فقلت على الحوض هنا اتبل واعمل الحاجه ايه واقسمها براحتي. التتبيله هنا عباره عن بصل، جميع التوابل اللي عندك بقى، من بهارات لبابريكا لفلفل اسود، شويه كمون، ملح، اللهم صل على سيدنا محمد، حته جوز الطيب صغيره لو موجوده، مش موجوده خلاص حبهان لو موجود برضه عشان هو غالي قوي. مش موجود مفيش اي مشكله خالص. معلقتين 3 ملح، ليمونه اعصريها، معلقتين 3 زيت. هي دي التتبيله، ووحدتين طماطم او 3 برضه. انا هنا عامله كميه على حسب ايه الكميه بتاعت الفراخ والبانيه اللي انا جايباها، لان كلهم هتبلهم بنفس التتبيله دي. اما انت طبعا لو هتعملي فرخه واحده او نص كيلو بانيه، طبعا التتبيله هتختلف في الكميه. تمام. وهنا هتبل بقى البانيه اول حاجه بدات بيه. وهقسم كل حاجه بطريقتي انا، بعدد اسرتي انا. فانا بقى بالنسبه لي بصوا، احنا يعني كلنا اكيد في الغلا، وكلنا حاسين ان الدنيا فرقت كتير قوي. واكيد طبعا يعني هتحاولي توفري وتدبري علشان الدنيا تمشي. ما احنا مش هنستلف علشان ناكل،
لازم نمشي حتى لو باقل من كده كمان. انا همشي. انا مثلا خدت 650 جنيه، جبت بيها الفراخ والبانيه. تمام، 2 كيلو بانيه، من ضمنهم نص كيلو اعمله للنجريسكو، والكيلو ونص انا تبلته. اما طبعا بتاع النجريسكو انا ما تبلتهوش وشيلته كده. وجبت الفرختين زي ما قلت لكم، والثلاث اوراق دول قطعوا 650 جنيه. تمام. وجبت اللحمه انا جبت 3 كيلو، كيلو مفروم و2 كيلو قطعه، برضو ب 900 جنيه. انا بجيب اللحمه ب 300 جنيه. دي كانت الميزانيه بتاعت الشهر ده بتاعت اللحوم. انا بعد ما تبلت البانيه خلاص وشيلته على جنب، انا خلاص هنا هتبل بقى الفراخ، وبرضو هقسمها على حسب عدد اسرتي انا. ومش عيب ابدا يا جماعه ان انا مثلا بعد ما كنت بعمل فرختين في اليوم مثلا اعمل فرخه، ما فيش مشكله. بعد ما كنت بعمل مثلا كيلو بانيه، طب اعمل نص. لو بعمل نص اشيل من النص قطعتين، هيبقى قطعتين على قطعتين على قطعتين، عملت وجبه تانية. طبعا ولازم ان احنا نراعي الظروف اللي احنا فيها. وبرده زي ما قلت لكم قبل كده، احنا مش هنستلف علشان ناكل، احنا لازم نمشي ظروفنا وظروف بيتنا، وعلى قد امكانيات جوزي ومرتبه انا همشي. وانا قسمت الحاجه بالشكل اللي انتوا شايفينه دوت، وهشيله بقى في الجيب فريزر. تمام. وبعد كده انا برضو عايزه اقول لكم على حاجه. انا عايزه اقول للناس اللي هي المبذره، اللي هي برضو انا عارفه ان انت امكانياتك ما شاء الله احسن وكل حاجه، وممكن تكون احسن مني وكده، بس برضو حاولي توفري حاجه لبكره. احنا مش ضامنين في ايه. احنا برضو اللي ظروفنا متوسطه، حاولي برضو لو كل يوم تشيلي 5 جنيه على جنب. صدقيني ال5 جنيه كل يوم هتبقى في الشهر 150. 150 هتجيبي حاجه نفسك فيها، او نفسي او بنتك او ابنك نفسه في الحاجه دي. مش عيب ابدا والله يا جماعه ان احنا ندبق ونوفر ونمشي على قد امكانياتنا وحياتنا. انا هنا بعد ما خلصت وشلت الحاجه في الفريزر، انا طبعا بمسك ورقه وقلم بالليل قبل ما انام، اشوف انا بكره باذن الله لو حياني ربنا انا هعمل ايه فيه. انا طبعا اول حاجه كتبتها زي ما قلت لكم ان انا كنت عايزه انزل اجيب خزين الشهر من اللحوم والحاجات اللي انا وريتها لكم. قلت طيب انا طبعا لما هجيب الحاجه دي انا هغسل وهنضف وهعمل، والمطبخ هيتبهدل مطرح الحاجه، وغير نزولي وتعبي وكل ده طبعا بياخد مني وقت ومجهود، وغير ان انا هعمل غدا. فطبعا مش هقدر ان انا اعمل حاجه كتير قوي في الشقه. هشوف ايه اكتر حاجه مضايقاني حاسه ان هي عايزه تتعمل وهعملها. وده اللي انا عملته فعلا. كتبت في الورقه ان انا عايزه اظبط الريسبشن، اكنسه كنسه كده، لمع الترابيزات، انضف الانتريه، مش اكتر من كده. وطبعا المواعين بتاعه المطبخ اللي ما بتخلص انتوا عارفين، والاكل. ولو في غسيل هنشره، في غسيل هحطه. وهنا طبعا انا كنت سايبه الغساله دايره على دوره غسيل، اخدتها ونشرتها. وهنا بنضف في الريسبشن. وكل حاجه تعمليها علمي عليها ان دي كده خلاص خلصت، عشان تشوفي غيرها. بتحسي ان انت انجزتي، بتحسي ان انت ايه ده، انا يومي جميل عشان في نظام وفي ترتيب انت عملتيه لنفسك. لكن سيبي الدنيا كده سايحه وانت قايمه مش عارفه هتعملي ايه، انا هنزل السوق ولا هعمل الاكل ولا فكده لا. هتحسي ان الدنيا ان انت مضغوطه، وان الحاجه كتير عليكي او الشغل كتير عليكي. لكن النظام حلو يا جماعه، النظام مش وحش. ده بالنسبه اللي انا بعمله قبل ما انام بالليل. واليوم اللي انا ببقى هنزل اجيب فيه الحاجه، انا لازم ان انا اعمل فيه حاجه بسيطه. تمام. انا هنا طبعا في اليوم ده عملت الغدا برضو، انا عملت فيه سمك ورز وكده. بس انا كنت عايزه اصور الاكل وانا بعمله. ما لحقتش بصراحه اصور لاني كنت مستعجله قوي، عشان لان تنظيف الفراخ والكلام ده خد مني وقت، وكان جوزي قرب يجي من الشغل، فكنت لسه هظبط الكاميرا وبتاع، فما لقيت نفسي مش هلحق. فبصراحه ما صورتش. لكن انا النهارده في اليوم ده انا عملت سمك ورز وسلطه وكده. تمام. ونشرت الغسيل طبعا. وزي ما بقول لكم هو لمعت الترابيزات، وكان في شويه غسيل برضو كده عايزين يتطبقوا، طبقتهم. وبكده الفيديو بتاعنا خلص. ويا رب يكون الفيديو عجبكم، وارجو منكم انكم تشجعوني، وما تنسوش اللايك يا جماعه. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.